ازاي تجيب قبول جامعة من اكتر مكان في النمسا. اول حاجة انت تقدم على جامعة فيينا، هتبعت الورق بتاعك اونلاين عادي وهيجيلك القبول بتاعك اونلاين، مفيش اي مشكلة. في جامعة انسبروك وجامعة لينز، الاتنين بتقدم لهم في الاول اونلاين، بعد كده تبعت الورق بتاعك بريد. جامعة جراتس اللي هي الجامعة العامة، تقدر تقدم الورق بتاعك عن طريق الميل ويجيلك القبول برضه عن طريق الميل، مش أي مشكلة. بس جامعة تيو جراتس أي تخصصات هندسية هتبعت الورق بتاعك بريد، فأنت كده تقدر إن أنت تجيب قبول من أكتر من مكان في النمسا. والحمد لله صاحبي جاله قبول من جامعة إنسبروك وجاله قبول من جامعة لينز، فالنهاردة أنا رايح جامعة إنسبروك هاخد الورق بتاعه عشان هبعته جامعة لينز بريد النهاردة. فإن شاء الله أخدكم معايا ونروح النهاردة الجامعة ونروح البريد ونشوف هنبعت الورق ازاي وهياخدوا مننا كام. فيلا بينا. لازم يكون معاك شهادة الثانوية العامة وشهادة الأتسفاي لو انت هتقدم على بكالوريوس. لو انت تقدم على ماستر لازم يكون معاك شهادة البكالوريوس وشهادة بيان الدرجات والأتسفاي عشان تقدر تقدم على الجامعات. ونصيحة للناس، أي حد عايز يجيله قبول بسرعة أو يكون قبول مضمون بنسبة 90%، اللي انت تقدم بالألماني. استلمت الورق من الجامعة ودلوقتي رايح على البوست. درجة حرارة 5 والشمس طالعة، الشمس طالعة منظر بس يا جماعة، مفيش أي حاجة. تعالوا نشوف. هو بيديك الظرف زي ده، هو حطيت الورق كله جواه، شهادة الجامعة، بيان الدرجات، وصورة الباسبور. هكتب بس العنوان بتاع جامعة لينز. لسه خارج من البريد دلوقتي، الحمد لله دفعت 4 يورو 59 سنت. كده الورق ان شاء الله هيتبعت ان شاء الله في خلال اسبوع يكون هناك، لان للاسف احنا في فايناختن والناس كتير واخده اجازات. رحت الالتستات، عايز برضه افرجكم الاحتفالات. Ja, das gab ja so Ich lehne mich noch an der anderen. في ناس كتير مش عارف امشي من كتر الزحمه. شايفين يا جماعه الناس دي كلها سياح جايين يحضروا هنا الكريسماس في نسبروك. فين يا جماعه الجمال ده برضه كريسماس ماركت. الناس بيبيعوا أكل أهو. في حاجات فضة، في حاجات تبع الكريسماس. وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تعمل لايك وكومنت، ولو عجبك الفيديو اعمل شير. لو احتجت اي حاجة، اي اسئلة عن الدراسة في النمسا او عن التقديم، عن الجامعات وازاي تجيب قبول، ممكن تبعتلي على الخاص، على الانستجرام، على الفيسبوك، على التيك توك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. تشوس.